انت هاي من تفاهتك، لان انت تتصور انه انت تضحك علينا. خلاص اقرا. اني قاعد اسجل لك يا جبناء، لكن اني اصدعت رؤوسكم. ذني ملاتكم رامي عيسى وملات وليد اسماعيل، ذني بطلوهم حثالات. اني قصيت السنتكم يا اتباع عمر بن حنتمه، اللي يداوم ماء الرجال، انا اسالك سؤال اسالك بس لا تهرب من سؤالي. انا اسالك سؤال، انت تتصور انه ترى انا قاعد اسجل لك؟ خاف امتنعك انت اول ما اتصلت، عند اول اتصال انتبه اللي انا صقاركم انا صقاركم اني ولك. اسمع سؤالي جبان مخنث. شكرا. ممكن اقول لك لا مخنث، اسمع سؤالي. عثمان الخميس يقول ان عمر بن الخطاب اسمع سؤالي لك جبان مخنث. اسمع سؤالي. عثمان الخميس عنده فيديو يصرح به، يقول إن عمر بن الخطاب به ابنة كانت، وهذه يتداوى بماء الرجال. عثمان حفظه الله كان بيقرأ كلام ابن الزنديقة المشرك. لا موجود الفيديو. اسمعني موجود الفيديو. تزوج بنته لعمر. انت ممكن يجي لك واحد من المخانيس العيال اللي عندكم اللي بيروحوا الحسنيه بيدق حسنه هنا كده واحنا هنا. اسمع لك رامي عيسى، اسمع او انت ممكن تتزوجه. اسمع الان. لكن سيدنا علي عمره ما يزوج بنته حد فيها كده. عجبتك؟ تعال بقى نرجع للقران الكريم وسيب الحاله اللي قاعده تلعب فيها. عثمان الخميس اسمع تأدب. اسمع سؤالي لك. انت اتصلت يا جبان يا مخنث، يا زوج البراك اللي متزوجك انت وزوجتك. انت بتزوجك انت وزوجتك. اسمع عثمان الخميس. انت بتقول انك بتتكلم باخلاق ال البيت. هذه اخلاق ال البيت يا سيدي. اسمع لك جبان مخنث. اسمع سؤالي مخنث. اسمع سؤالي. اولا اسمع سؤالي. اولا قراءة القرآن. اسمع قراءة القرآن والإجادة بالتلاوة مو حجة على العقيدة. وإلا إحنا قبل أيام في المملكة العربية السعودية فتاة إيرانية حازت على المركز الأول بالتلاوة وحفظ القرآن. اسمع، هاي أشرف منك وأحسن منك يا زنيم. اسمع يا جبان. اسمع يا جبان يا مخنث، يا أبو حلق الفاهي يا مخنث. اسمع يا جبان يا مخنث. أولا إذا على قراءة القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. اسمع، عثمان الخميس يقول إن عمر ابن حنتمة كانت به ابنة، يعني يتداوى بماء الرجال.
يعني شلون يتداوم ماء الرجال؟ اشرح لي اياها يلا تفضل. ولو هي ايضا بيك انت ايضا بيك ابنه، انت ايضا بيك ابنه. خلي يسمعون كل اللي قاعد يتابعون الان، خلي يسمعون كل اللي يتابعون. تعلمت منه القرآن الكريم، علمت أنه يحب القرآن أنت الآن خلي يسمعون كل اللي قاعد يتابعون، خلي يسمعون كل اللي قاعد يتابعون بقناتك. شوفوا هذا الجبان، أنتم اللي قاعد تتابعون، هذا الجبان أبو حلق الفاهي، هذا المخنث اللي هو زوج متزوجة البراك ومخصص له مزرعة ومتزوجة مثلي، أو ابنه عنده هو نفسه. أنت هم عندك ابنه، حسيني الوجود صقاركم. اسمعوا بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الآن أسألك بهذه الآية، بآية الكرسي. أولا لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تقاطع أدب سز أتباع ابن حنتمة، لا تقاطع. اقراها عيد عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الآن أسألك بهاي الآية، الآن اسمع يا جبان. الآن الله عز وجل يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني الله عز وجل أذن بالشفاعة لبعض الصفوة، فمن هم هؤلاء الصفوة يا جبان يا زنيم؟ ثم قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني شاء الله عز وجل أن يجعل هناك بعض الصفوة عندهم علم منه زاخر، علم منه بالغيب، علم منه بأمور غير حاضرة لغيرهم من الصفوة. فمن هم هؤلاء الصفوة؟ حدد لنا هؤلاء الصفوة يا زنيم. وأنا الآن اسمعوا يا أخواني، اسمعوا أنتم اللي تتابعون هذا الشيخ الزنيم، هذا الجبان، هذا المخنث. أتحداك الآن، أنا أتحداك يا جبان. أنت اتصلت بي مباشرة الآن، على الماسنجر يا جبان، يا رامي عيسى، اتصلت بي على الماسنجر مباشرة الآن بدون سابق علم. أتحداك أن تصعد معي مناظرة على الفيسبوك في موضوع أنت تختاره، ولا تعطيني علم به إلا حين المناظرة وعلى الهواء يا جبان يا مخنث. أتحداك أن تناظرني بمناظرة على الهواء مباشرة وأمام الناس. انت على الهواء مباشرة. أعرف على الهواء عندك في قناتك ابن حنتمة، أعرف أنا على الهواء، أعرف على الهواء، لكن مناظرة يا جبان أعرف. هذا شوفوا أنتم اللي تتابعون هكذا زنيم، أنتم هذا اللي تتابعون هذا الزنيم، أنتم اللي تتابعون. تدرون هذا شنو قصته؟ أنا أعطيك قصتك. رامي عيسى جبان، هذا رامي عيسى كان في مصر، وكان هناك شخص اسمه البراك. هذا البراك ابتلي بخصلتين ملعونتين. أولا النصب لآل بيت محمد صلوات الله وسلامه عليه، والخصلة الثانية الزنيمة أنه يحب الرجال،
يحب الرجال، يعني من القوم الذين كانوا يعملون الخبائث في زمن لوط عليه السلام، ينكحون الرجال. هو حال عمر بن حنتمة، يعني ابن حنتمة كان يتداوى بماء الرجال. ابن حنتمة كان يتداوى بماء الرجال. هذا انت من جملته، من زمرته. هذني اساليبكم. فلذلك هذا التقى برامي عيسى، التقى برامي عيسى، فتعرف على رامي عيسى وعرف انه مأبون، لان انتم واقعا انتم مأبونين. كل شخصياتكم وكل ائمتكم مأبونين. ابن حنتمة هو عمركم ابن حنتمة. حنتمة معلمة. فابن حنتمة عثمان الخميسي يقول كان يتداوى بماء الرجال، فهذا الجبان. فلذلك الزوج هذا البراك، الزوج رامي عيسى، والزوج زوجة رامي عيسى، الزوجهم اثنيناتهم. هذا تاريخكم، هذا تاريخكم الناصع يا جبان. انت لو رجل انت لو تمتلك رجوله، انت لو تمتلك ذرة رجولة، انت لو عندك ذرة رجولة، باكو لو عندك ذرة رجولة طلبت من عندي مناظرة، اتصلت بي وقلت لي انا ناظرك مناظرة وصعدت وياي مناظرة. لكن انت جبان تذني تسويهن، تتصل في ساعات متأخرة بالليل، تتصل وتحضر لك فالسؤال على اساس تلزم به الشيعي الامامي الاثني عشري، وتسأل وتفتح على القناة. جبان مخنث. اناظرك واباهلك، واناظرك على الهواء. اتحداك انا الان اتحداك. انت ليش جبان يا اخي؟ انت ليش جبان؟ انت طبعا هو كاتم هسه. شوفوا اخواني، هو كاتم، هو يسمع صوتي بس كاتم صوتي. قاعد تسمعون انا هسه هذا قاعد اسجل فيديو. اول ما اتصل بي باعوا اخواني. شوفوا الكذب، كاتب سيد حيدر الموسوي، باعوا يحط هاي الاساليب مالته. شاهدوا الان هو قاعد يتحدث ومعطيني كتب حتى صوتي ما يطلع بالقناه، ما يسمعون اللي قاعد يتابعون إلا ما يسمعون كلامي. وانتم امامكم انا هسه الان قاعد اسجل هذا الفيديو، وامامكم انا راح انشر الفيديو ايضا. اتحداه امامكم، هو يسمع، ان يناظرني مناظرة على الهواء مباشرة. اتحداه. شوفوا انهى الاتصال. انا اتحداه انهى الاتصال. هاي اساليبهم القذرة، اساليبهم الرخيصة، هؤلاء الجبناء.